من آلاف السنين وبتروى أسطورة عن مدينة غارقة في أعماق البحر، مدينة كانت جنة على الأرض، قصور من ذهب، شوارع من فضة، حضارة سبقت زمانها بالقرون. بس في ليلة واحدة المدينة دي اختفت، غاصت في البحر واختفى معاها كل أثر. احنا النهاردة بنتكلم عن أطلانتس، المدينة المفقودة. القصة بدأت مع الفيلسوف أفلاطون قبل أكتر من 2400 سنة. كتب عن أمة عظيمة اسمها أطلانتس بتقع خلف أعمدة هرقل، يعني تقريبا كده عند مدخل المحيط الأطلسي من جهة مضيق جبل طارق. قال إنهم عاشوا في رخاء وعدل، بس مع الوقت طغوا وتجبروا، فربنا غضب عليهم وابتلعهم البحر في يوم وليلة. بس السؤال هنا، هو فعلا أطلانتس حقيقية ولا مجرد قصة رمزية كتبها أفلاطون عشان يحذر من الغرور والفساد؟ وهنا العلماء انقسموا. البعض قال إنها مش أكتر من مجرد أسطورة فلسفية لأن مفيش أي مصدر قديم ذكرها قبل أفلاطون، والبعض الآخر قال إنه استلهمها من كوارث حقيقية زي انفجار حصل في جزيرة اسمها ثيرا. الجزيرة دي موجودة حاليا في اليونان، وكانت موجودة في قلب العالم الإغريقي قبل حوالي 3600 سنة. الجزيرة دي حصل فيها انفجار بركاني كان مدمر لدرجة إنه محى مدن كاملة، وبعض العلماء شايفين إن الحدث ده هو اللي ألهم قصة أطلانتس أصلا. أما في العصور الحديثة طلعت نظريات كثيرة جدا. ناس قالت إن أطلانتس موجودة فعلا في المحيط الأطلسي جنب جزر اسمها جزر الأزور، ودي مجموعة جزر صغيرة كده تابعة للبرتغال، موجودة في نص الطريق تقريبا ما بين أوروبا وأمريكا. وفي اللي قال إنها كانت في سواحل المغرب، وفي اللي قال إنها كانت موجودة في سواحل موريتانيا، وفي بقى اللي راح بعيد خالص وقال إنها موجودة في منطقة الكاريبي. إنما الحقيقة بقى إن ولا دليل أثري واحد بيؤكد وجود مدينة بالصفات دي أو حتى بالنهاية دي، وكل الاكتشافات اللي اتقال إنها أطلانتس طلعت تكوينات طبيعية أو مدن قديمة تانية. في النهاية يمكن أطلانتس ما كانتش مدينة حقيقية، إنما كانت فكرة رمزية بتحذر الإنسان من الغرور ومن إن الحضارة ممكن تنهار في لحظة. وهنا بيفضل السؤال مفتوح، هل أفلاطون فعلا اخترعها ولا كتب عن حقيقة ضاعت مع الزمن؟